يعني إحنا كشباب دلوقتي بقينا مستعجلين على كل حاجة، مستعجلين إن إحنا ننجح، مستعجلين إن إحنا نحقق طموحاتنا، بقينا مش قادرين نصبر لا على النجاح ولا على الفلوس ولا على الجواز، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فهي اللعبة في كلمة واحدة بس: الاستمرارية. تخيل كده إنك في يوم من الأيام تبقى ماشي في الشارع وتلاقي تليفون غالي جدًا واقع في الأرض، فأنت تجري على التليفون كده وتاخده، وأنت عشان راجل محترم طبعًا مش هتحط التليفون ده في جيبك، فقُلت كده تستنى شوية تشوف مين اللي هيكلمك. فيعدي كده 5 دقايق 10 دقايق تلاقي حد بيكلمك من رقم غريب: الو لو سمحت التليفون ده بتاعي وعليه كل حياتي وعليه كل شغلي، من فضلك رجعه لي. انت قلت له طبعا ما فيش اي مشكله، حضرتك ممكن تقابلني في المكان الفلاني وهديك التليفون. وبالفعل الراجل ده تلاقيه جالك لحد عندك وبيقول لك شكرا جدا انت راجل امين وكده. فانت قلت له لا ما فيش اي حاجه وكده. قال لك لا انا عايز اكافئك. فيبدا يعرفك بنفسه ويقول لك انا رئيس مجلس اداره شركه كبيره جدا، شركه ما شاء الله يعني كبيره قوي. فانت تقول له تمام. قال لك انا هكافئك، انت قدامك اختيارين، هعرض عليك اختيارين والاختيار اللي يعجبك اوكي انا تمام معاك فيه. فيبدا يقول لك الاختيار الاول ان انا اديك مليون جنيه في ايدك دلوقتي، والاختيار التاني ان انا اكافئك ان انا اديك كل يوم جنيه، والجنيه ده يفضل يتضاعف لمده 30 يوم. بمعنى اصح يعني اليوم الاول جنيه، اليوم التاني 2 جنيه، اليوم التالت 4 جنيه، وهكذا هيفضل يتضاعف لمده 30 يوم. وسالك تختار ايه؟ انت ممكن تختار ايه؟ طبعا انت اول اختيار ممكن يجي في دماغك ان انا اخد المليون جنيه دلوقتي في ايدي وخلاص، يعني هفضل مستنى جنيه ويتضاعف، اخد المليون جنيه في ايدي وخلاص وامشي على طول. اختيارك صح، وفعلا هو ظاهريا مبدا ان انت اصلا تاخد كل يوم جنيه ويتضاعف تحس ان هو مش هيجيب حاجه. بس عارف لو كنت اخترت الاختيار ده اللي هو تاخد كل يوم جنيه ويتضاعف على مدار 30 يوم، انت كان هيبقى معاك كام؟ انت كان هيبقى معاك مليار و73 مليون جنيه، يعني من الاخر كده 1073 مليون جنيه. رقم خضك صح؟ واكيد دلوقتي انت ندمان انك ما حسبتهاش صح واخترت الاختيار ده من الاول. وهو ده بقى بالظبط اللي احنا بنعمله في حياتنا، ما بناخدش خطوه بسيطه جدا في اليوم ناحيه هدفنا. يعني احنا كشباب دلوقتي بقينا مستعجلين على كل حاجه، مستعجلين ان احنا ننجح، مستعجلين ان احنا نحقق طموحاتنا، بقينا مش قادرين نصبر لا على النجاح ولا على الفلوس ولا على الجواز، وبصراحه ده انا كمان مستعجل عليه. ولكن احنا بقينا مش قادرين نصبر ان احنا نحقق نجاحنا، مش قادرين نصبر على ده. بدأنا بيزنس، احنا فين الفلوس؟ بدأت مثلا اعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، فين المشاهدات وفين الشيرز وفين الشهرة؟ بدأت ان انا اتمرن الحاجة اللي انا بحبها، بس ليه انا مش شاطر فيها؟ استعجالنا ده بيخلينا نحبط في الاول، لان كده كده العناء في الابتداء. مين بقى اللي هيجي يطبطب علينا وياخد بخاطرنا؟ الخروجه اللي هتضيع لنا وقتنا، التقليب على التليفون والقعده على التيك توك والانستجرام وانك تضيع وقتك عليه. اهي الحاجات دي بقى بالظبط هي اللي بتمثل مليون جنيه، هي اللي بتديك السعاده اللحظيه لانها بتخدرك عن الواقع. لكن بقى لما بيبدا يعدي شويه وقت والايام بتجري، بتبدا بقى هنا انك تحس بالندم، لان هنا انت اخترت انك توقف الحاجه خالص على انك تاخد خطوه كل يوم حتى لو صغيره ناحيه هدفك. طبعا انت دلوقتي هتقول لي طب يا شاب ما هو الكلام ده هياخد وقت مني. هقول لك طب ما ياخد وقت. ما هو انت لو مش هتدي دلوقتي وقتك لحلمك وطموحك والحاجه اللي انت عاوز تحققها، هتدي وقتك لايه؟ خايف تبدا صغير وتغلط؟ خايف الناس تضحك عليك في الاول؟ طب وايه يعني؟ بص، كل بدايات الناس كانت صغيره، وكل بدايات الناس اغلب اللي حواليهم ما كانوش مؤمنين بيهم، ده ان ما كانش كلهم. من الاخر كل بدايات الناس كانت صعبه، ولكن هنا بقى بيجي الاختيار: تاخد المليون جنيه دلوقتي ولا جنيه ويتضاعف كل يوم. انا عارف ان احنا بقينا مستعجلين وبالذات احنا خصوصا كشباب، ولكن هو النجاح ما بيجيش كده. النجاح عباره عن تراكمات، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. الذره، انت متخيل كل فعل احنا بنعمله في حياتنا ليه نتيجه حتى لو ما شفناهاش دلوقتي؟ وهي دي بقى اللعبه، انك تستمر وانت مش شايف، لان هي دي كل بدايات الناجحين. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. الفرق بيننا وبين اي حد ناجح مش الموهبه او الحظ، هو الفرق بس ان هو اختار الجنيه وسابه يتضاعف. فهي اللعبه في كلمه واحده بس: الاستمراريه. انا وانت بايدينا ان احنا نختار دلوقتي، يا مليون جنيه في ايدينا يا جنيه ونسيبه يتضاعف.